كل واحد بيدور على مصلحته وعلى اهدافه اللي عاوز يحققها، سواء كانت مصلحته دي فيها ضرر لحد او ما فيهاش. انا تربو، ولو اول مره تشوفني اعمل لايك وسبسكرايب وشيل لاصحابك بالحب. وايه رايك في الكرسي؟ قول لي رايك في الكرسي. جميل حبيبي حبيبي. خلاص بقى خلاص حبيبي تسلم. يلا بينا على الفيديو. كشاب عندي 24 سنة كنت بفكر أخطب، لحد ما حصل والأمور تمت على خير. كانت اسمها ملك وعندها 22 سنة، وكانت حرفيا فيها كل حاجة أنا نفسي فيها، ما كانتش في حاجة فيها مش لاقيها. كانت حرفيا فتاة أحلامي، وأنا كنت بعمل لها كل اللي هي عاوزاه مقابل ده، لأنها حرفيا ما كانتش تتعوض وما كانش فيه زيها. ومرة كنا بنتكلم ولقيتها بتقول لي بقول لك إيه رأيك نتعشى في يوم في مطعم جديد اسمه ذا كاركتر؟ قلت لها ذا كاركتر؟ أول مرة أسمع عنه، ده فين ده؟ قالت لي في أكتوبر. قلت لها اكتوبر؟ ياه، يعني المعادي يعني خلاص خلص فيها خلاص الاماكن اللي احنا نروحها، هنروح اكتوبر؟ قالت لي يلا بس هو يوم. قلت لها حاضر يا حبيبتي من عينيا الاتنين. وفعلا حددنا الميعاد ورحنا. اول ما دخلنا المطعم حسيت بحاجه غريبه جدا، حسيت ان كل اتنين قاعدين مع بعض بيتصرفوا بطريقه مختلفه عن التانيين تماما. يعني انا دلوقتي واحد قاعد مع التاني، المفروض ان هم عارفين بعض وقريبين من بعض، بيتصرفوا بطريقه شبه بعض، لكن كل واحد طريقته مختلفه عن التاني تماما. مفيش حتى اتنين كده قاعدين مع بعض بيتصرفوا شبه بعض، كله مختلف عن التاني تماما. كانت حاجه غريبه جدا، وكان حرفيا كل اتنين بيتخانقوا. الجو كان غريب الصراحه، لحد ما قطع سرحاني صوت ملك وهي بتقول لي يلا يا ابني احنا هنفضل واقفين كده كتير؟ قلت لها يلا. اول ما قعدنا لاحظت ان علي صديق الطفوله قاعد في الترابيزه اللي جنبي على طول هو ووالده. قمت طبعا وسلمت عليه، وايه الدنيا عامل ايه الاخبار، انت خطبت الف مبروك مش عارف ايه الكلام اللي احنا عارفينه ده كله. بس لاحظت ان علي شخصيته متغيره شويه. مش ده علي اللي انا اعرفه، انا شفته تقريبا من سنه او من كام شهر. مش ده علي اللي انا اعرفه. كانت حاجه غريبه جدا جدا بالنسبه لي، بس ما شغلتش بالي. لسه قاعدين لقيت ملك بتقول لي انت ايه وقفك كل ده وايه كان مخليك سرحان كل ده؟ انت مش عارف ان انا المفروض ما اتاخرش على البيت ولا ايه؟ قلت لها نعم، هو مش انت اللي جايبانا المكان ده واقول لك احنا عندنا اماكن كويسه تقولي لا مش عارف ايه؟ مش انت اللي عملتي كده؟ يبقى تشربي. وبقى انت بتكلميني كده ليه؟ قطع كلامنا الويتر وطلبنا الستيك وقعدنا نستنى نص ساعه بالظبط، والطلب كان جاهز. بس طول النص ساعه لقيت ملك عماله تفتح في حوارات قديمه وتتخانق وتنكد. ملك اصلا شخصيه هاديه وملهاش في الحوار والجدال، من الصبح عماله تجادل. هو في ايه؟ وانا حرفيا كنت مستحمل بالعافيه، وكنت في اي لحظه كنت ممكن اجيب اخر. الاكل وصل بس حسيت بريحه غريبه جدا، انا عمري ابدا ما شميت لحمه بالريحه دي. واول ما لسه هبدا اكل لقيت ملك بتقول لي روحني. قلت لها روحك؟ يعني احنا طالبين الاكل وقاعدين وانت عماله تنكدي اصلا من الصبح وانا حاطط في بقي جزمه عشان ما نتخانقش، وفي الاخر تقولي لي روحني؟ ايه الجنان ده؟ فضلت مصممه ان انا اروحها لحد ما انا قلت لها عايزه تروحي روحي، بس مالكيش كلام معايا. دفعت الشيك وروحتها، وطول الطريق انا ما نطقتش كلمه، وكان خلقي حرفيا في مناخيري. فضلت 3 ايام بتحاول تصالح فيا وانا مش راضي، لحد ما في الاخر صالحتها. بعد ما تصالحنا بيوم لقيتها بتقول لي حاجه غريبه جدا. قالت لي بقول لك ايه، في مطعم اسمه ذا كاركتر فاتح جديد، ايه رايك نتعشى فيه؟ انا ما كنتش فاهم حاجه، اللي هو طب ما احنا كنا لسه هناك من 3 ايام وانت عملتي حوار. قلت يا خد على قد عقلها. وفعلا رحنا المطعم، واول ما جبنا الاكل وبدانا ناكل، الاكل كان حلو بطريقه رهيبه. مهما اوصف لكم اصلا الاكل كان حلو ازاي مش هتتخيلوا. الاكل كان حلو لدرجه ان انا وهي طول وقت الاكل ما اتكلمناش مع بعض بحرف واحد لحد ما خلصنا. دخلت الحمام اغسل ايدي وسمعت صوت جاي من المطبخ لواحد عمال يصرخ جامد ويزعق ويقول ارجوكم سيبوني بقى، حرام عليكم حرام عليكم. انا كنت مستغرب جدا، هو الشيف بيتخانق مع واحد من المساعدين ولا ايه؟ وانا الصراحه مش من عادتي ان انا اتدخل في حاجه ما تخصنيش الا لو شفت حاجه بعيني تستدعي ده. كبرت دماغي ورحت غسلت ايدي وطلعت بره. عدى اسبوعين والدنيا ما بيننا كانت زي الفل حرفيا، لحد ما جينا في يوم كنا خارجين لقيتها بتقول لي بقول لك ايه رايك نروح ناكل في مطعم ذا كاركتر؟ الاكل بتاعه كان تحفه. انا كنت مستغرب جدا ومستعجب جدا منها، اللي هو ده انت لو شربت المطعم مش هتعملي كده. المهم قلت لها ماشي ورحنا فعلا المطعم. اول ما قعدنا لقيتها بتنكد وعماله تفتح في القديم، وعملت نفس اللي هي عملته يوم الخناقه. انا ما استنيتش الويتر يجي وقمت داخل الحمام الصراحه عشان كنت مخنوق جدا منها. وانا داخل سمعت من المطبخ نفس الصوت اللي سمعته من اسبوعين، صوت واحد عمال يترجى واحد ان هو يسيبه، وعمال يصرخ ويقول له ارجوك سيبني ارجوك سيبني. قعدت اقلبها في دماغي وقلت ادخل ولا ما ادخلش، مش معقول كل مره الشيف يقعد يعاقب المساعد بتاعه ولا حاجه.
ما اكيد اللي بيقول ارجوك سيبني ده واحد من المساعدين. كنت صراحه محتار جدا لحد ما قررت ان انا ادخل، وده كان اسوأ قرار حرفيا خدته في حياتي. اول ما دخلت المطبخ لقيت واحد بيتذبح بكل بشاعه وعنف، والدم مغرق المكان ومالي الارض، وهدومي حرفيا اتغرقت دم. اول ما الشيف شافني قال يا سلام، ضحيه جديده بنفسها وجايه برجليها، يا هلا يا هلا عليا رجاله. اول ما قال الكلمتين دول لقيت 4 شباب طول بعرض داخلين عليا وبيكتفوني من كل حته وجايبين 4 جنازير، كل جنزير علقوني فيه بطرف من اطرافي. كان ال4 اطراف بتوعي متعلقين وحطوا بلاستر على بقي، حرفيا فقدت القدره على فعل اي شيء. وقتها لقيت الشيف بيقول لي اتفرج على مصيرك اللي هيحصل لك بكره. وقتها لقيت الشيف ماسك رجل الراجل وبيقطع صباع من صوابعه، واول ما قطع الصباع حرفيا الدنيا انفجرت دم وغرقت الدم اكتر واكتر. ومسك الصباع ده وبدأ يغسله لحد ما غسله تماما، وبدأ يجيب حاجة عاملة زي الحافر وبيحفر عليه اسم الراجل. اول ما خلص اللي بيعمله لقيته بيقول بحب احتفظ بذكرى حلوه للضحايا بتاعتي، وقعد يضحك حرفيا بهستيريا وانا ما كنتش عارف اعمل اي حاجه. وقتها لقيت تليفوني بيرن، سامعه انا من بره، عرفت وقتها ان ملك قلقانه عليا جدا وبترن عليا تشوفني انا فين على اساس ان التليفون معايا. ببص جنبي لقيت 3 شباب داخلين، 2 ماسكين الراجل اللي مات وواحد بيشفي وبيصلخ في جلده، في ابشع منظر ممكن اشوفه في حياتي. واول ما خلصوا الراجل خالص وشفوه وصرخوه وعملوا فيه كل حاجه، بداوا يمسكوا رجل من رجوله ويقطعوها تماما ويفصلوا اللحم عن العظم لحد ما بقى لحم رجله متشفي. ادوا حته اللحم المتشفيه للشيف، وقتها الشيف قال كده بقى نبدا شغل صح. نحط بقى صوص النسيان على صوص ذا كاركتر اللي بيخلي الناس تتعقد في نفسيتها وتكره بعض اكتر واكتر. ياه، تعذيب الناس ده متعه لا توصف. بجد جالي حاله من الاشمئزاز الغير طبيعيه من المنظر اللي انا شايفه ده، وكنت عايز ارجع. اول ما الشيف سوى اللحمه لقيت المساعدين بتوعه ماسكين اللحمه وبيحطوها في اطباق وطلعينها على بره. يا نهار ابيض، انا كنت باكل لحم بني ادمين. المطعم خلص وبداوا يقفلوا، ولقيت الشيف بيقول لي اشوفك بكره يا احلى وجبه في الدنيا. ها. فضلت طول الليل دماغي هتنفجر من كتر التفكير ومش عارف اعمل ايه، وخصوصا مع المنظر البشع اللي انا شايفه وعشرات الصوابع اللي محطوطين جوه دلاب وكل صباع محفور عليه اسم غير التاني. لا ومش بس كده، ده في عشرات الرؤوس اللي متعلقه على السقف، بس رؤوس من غير لحم، رؤوس عباره عن جلد وشعر بس. اليوم اللي بعده جه والشيف جه وبدأ يشتغل ولا كأنه شايفني حرفيا، لحد ما الليل جه وسمعت صوت ملك بره بتسألهم عليا وعمالة تعيط. 5 دقايق بالظبط ولقيت شاب طول بعرض مدخل ملك ومكتفها وقام راميها على الارض وقال لها كنت عايزه تشوفيه؟ انت الجانية على نفسك. شايفها قدام عيني من الخضه ومن الصدمه، وشها متغرق دموع ووشها احمر دم، لحد ما في ثانيه قام مغمى عليها. ولقيت الشيف بيقول لي على رأي ويجز دورك جاي. وبدأ وقتها يقرب مني، ومع كل خطوة بيقربها مني قلبي حرفيا كان بيتنفض، وهو ماسك سكينة الجزارين وبيقرب مني خطوة ورا خطوة ورا خطوة، لحد ما في لحظة افتكرت ان انا معايا في جيب الجاكيت مطوة كنت شايلها معايا للاحتياط عشان لو حصل اي حاجة. قمت بكل مقاومة قعدت احاول ببقي افك البلاستر اللي عن بقي لحد ما الحمد لله اتفك. وقتها قمت حاطط بقي جوه جيب الجاكيت وقمت جايب المطوه، وقمت بكل عزم حاولت انشر الجنزير ببقي لحد ما الحمد لله اول ايدي اتفكت. واول ما اول ايدي اتفكت مسكت بسرعه المطوه وفكيت كل الجنازير التانيه بايدي اللي اتحررت. بس للاسف الوقت وقتها كان فات. اول ما حررت نفسي الشيف اصلا كان رافع السكينه عليا، فقامت السكينه داخله في عيني صفتها. وقتها ما كانش فيه وقت لا توجع ولا تألم. قمت شايل ملك واخدها وطرت بيها على العربيه ومشينا. اول ما ملك فاقت وشافت عيني قالت لي يا نهار ابيض، ايه ده؟ ايه اللي عمل في عينك كده؟ وايه جابنا العربيه؟ مش احنا كنا في المطعم؟ قلت لها عادي شويه عيال وكنت بتخانق معاهم وهو اللي حصل بقى. والحمد لله قعدت اقنعها لحد ما اقتنعت، لانها لو كانت عرفت الحقيقه كانت هتخش في صدمه وتقعد فتره كبيره جدا مصدومه. ومن وقتها قررت ان انا لا اعتب المطعم ولا اعتب المنطقه دي طول حياتي. وبس كده يا سيدي. لو القصه عجبتك متنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتشير بقى لاصحابك بالحب. يا جماعه عايزين نوصل 2000 مشترك قبل ما السنه دي تخلص،
وصلوا لنا يا جماعه 2000 مشترك، فشير بقى لاصحابكم كده بالحب. وهتلاقي لينك الانستجرام والتيك توك بتاعي والفيسبوك بتاعي تحت في الديسكربشن، روح فوت عليهم واعمل لي فولو وروقني هناك. وهتلاقيني سايب لك برده تحت لينك قناه جديده على التليجرام انا عملتها، خش وانضم ليها. ولو عندك اي قصه فعلا تستحق ان هي تتحكي وعايزني احكيها سواء كانت حقيقيه او خياليه، روح ابعت لي هناك وانا من عينيا الاتنين واعرضها لك. وبس كده، كان معكم تربو من قناة تربو، وسلام. وبقى انت بتكلميني كده ليه؟ قامت سكت. لا بلاش قامت سكتت دي، ماشي بقى، خلي بالك بلاش قامت سكتت.